السلام عليكم، نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم واحد الغريبه المعلكه اللي كتجي رائعه ولذيذه بزاف، وكتجي كلها مشقه وناجحه معنا 100%. نتمنى ان شاء الله الوصفه ديال اليوم تنال اعجابكم، وندوزو باش نتعرفوا على مكونات الوصفه وطريقه التحضير. نبداو على بركه الله. بالنسبه للمقادير، عندي 3 ديال البيضات، عندي كاس من سكر سنيده وسكر خشن، عندي كاس الا ربع من الكاوكاو اللي طحنته حتى طلق ليا الزيت ديالو، كاس ديال الكوك، كاس الا ربع من الزيت، عندي واحد الساشي ديال الفلون كراميل، والخماره ديال الحلوه من وزن 7 غرام، عندي ملعقه ديال مسحوق الفاني ورشه ملح، عندي ملعقه كبيره من المربى ديال المشماش، وعندي 3 كؤوس ديال النخاله اللي حمرتها قبل في الفران. غادي نبداو على بركه الله. غادي ناخذ واحد البول كدير فيه 3 ديال البيضات، وداك الكاس ديال السكر، رشه ديال الملح، ومسحوق الفاني. الا كانوا حتى الا كان بغيتو ديروا حتى القشر ديال الحامض حتى هما تيخلو فيه واحد المذاق زوين. بالنسبه للبيض والسكر كنطربو مزيان حتى كيذوب لنا داك السكر. ضروري هاد الغريبه هذه هي الخدمه ديالها، ضروري كنخدموه بمرحله بمرحله باش تنجح معنا 100%. دابا البيض كنطربو مزيان حتى كيولي على هذا الشكل، حتى كيذوب كامل داك السكر. عاد كنضيف باقي المكونات، كنضيف داك الكاس ديال الزيت وغنعاود ثاني نطرب، وهكا كنضيف المكونات بالتدريج وكنخدم. هنا ضفت الكاس ديال الكوك. بالنسبه للكوك ديروا داك يعني ديروا الكوك ميدم سبيسيال، وديروا هذاك الرقيق. الا ما كان غليظ يعني دوزوا شويه في الطحان. بالنسبه للكاوكاو هو كيبان لكم يعني طحنتو حتى طلق الزيت ديالو، ضروري طحنوه حتى كيطلق الزيت باش كتجيكم الغريبه معلكه. وكتخدموا كل مرحله بوحدها، حتى واخا كيبان يعني طلق الزيت وداير يعني معجن، دغيا كيذوب مع المكونات. ما خداش معايا الوقت، فما كتشوفوا انا ما سرعت لا فيديو ما قطعته، يعني دغيا جانس ليا مع المكونات. غير كاوكاو فاش كنضيفوه كنبقاو نطربوا مزيان حتى كيذوب لينا، كيكون فيه باش ما يخليش لنا دوك الكتل وما كيخرجش دوك الحبيبات لنا باقي معجن في الخليط وفي العجين ديال الغريبه. كنخدموه مزيان حتى كيولي لنا على هذا الشكل، بحال كيولي بحال الشكل ديالو بحال ديال الكراميل. وكنضيف ملعقه ديال المربى ديال المشماش، وكنضيف واحد الساشي ديال الفلون كراميل. بالنسبه للساشي ديال الفلون كراميل كيبقى اختيار غير هو، كيخلي واحد المذاق رائع ديال الكراميل، كيخلي في الحلوه لذيذ بزاف. وكنضيف الخماره من وزن 8 غرام. ضروري كنغربلو الخماره باش ما تخليش لنا حتى دوك الكتل باش تسهل علينا الخدمه. واي مكون كنضيفو على الخليط كنعاود نخدمو مزيان بالطراب، حيت هاد الحلوه هي كتبغي شويه الخدمه ديال الطراب. وهنا غنضيف المكون الاخير هو النخاله. حتى النخاله كنضيفها بالتدريج، كنخدم بالتدريج ضروري باش العجينه ما تكونش قاصحه بزاف، وما ضروري تكون يعني متوسطه، حيت الا كانت قاصحه ما غاديش تشقق لينا في الفران، غتقصح لينا في الفران وما غاديش تشقق، والا كانت ثاني جاريه غتسيح لينا. فهكا كنخدموا عيننا ميزاننا باش تكون العجينه يعني متوسطه، ما قاصحه ما جاريه، باش تنجح معنا الغريبه ان شاء الله 100%. وهاد المرحله يعني فاش كنضيفوا النخاله من الاحسن يعني نخدموا غير بيدينا باش نشوفوا يعني عيننا ميزاننا في العجينه، حيت اليد هي اللي كتاخذ العبار حسنا من الطراب. يعني الا كتخدم بيديك انت كتشوف يعني العجينه واش يعني خاصها مازال تزيد لها نخاله مازال، او يعني بركه عليها. فمن الاحسن يعني نخدموا بيدينا باش يكون عندنا العبار كما كنقولوا، ناخذوا العبار ديال عينك ميزان، كل تاخذ العبار بيديك من الاحسن. انا غادي نحيد في الطراب وغادي نكمل بيدي. بالنسبه للنخاله كتبغي شويه ديال الخدمه باش تدخل مع باقي المكونات، حيت العجينه واخا هكا كتكون يعني معلكه بزاف، واخا كتبان يعني سهله
في الخدمه كتبان، ولكن هي كتكون شويه معلكه، ضروري خصك تخدم مع هذيك النخاله بزاف. ومن بعد ما خدمت الخليط مزيان كنحصل على هذا القوام. الا بغينا نعرفوا العجينه باللي ناجحه معنا كتكون كتلصق في اليدين، وملي كنكوروها يعني ما كتفرتتش وما كتكونش قاصحه، يعني كتكون يعني العجينه لينه وكيكون يعني القوام ديالها يعني متوسط. صافي هنا غادي ندوز باش نكور الغريبه. هنا عندي مزهر غير باش كندهن يدينا الا كنكوروا الغريبه. بالنسبه للغريبه بغيتو ديروها كبيره ولا صغيره ولا متوسطه، كيبقى لكم ديك الساعه التكويره يعني عينكم ميزانكم، ديروا كورات صغار ولا كبار ولا متوسطين، يعني كل هو شنو كيبغي. الغريبه كاين اللي كيبغيها كبيره بزاف، كاين اللي كيبغيها صغيره، كاين اللي كيبغيها متوسطه. المهم داكشي كيبقى اختياري. انايا كندهن يدي بمزهر نكور الغريبه وكنديرها في سكر كلاصي، سكر سبيسيال. بالنسبه للسكر ضروري تاخذوا يعني سكر كلاصي اللي كيكون يعني من النوع الجيد يعني سبيسيال. ومن الاحسن يعني تاخذوا ديال هذا ديال ساشي. انا خديت هذا ديال ساشي حيت هو اللي تيكون يعني ماشي ديال العبر. ديال العبر ما كينجحش الا درتوه في الفران، درتو مثلا درتو الغريبه ودرتو الفران كيتحرق في الفران وكيقصح على الغريبه. يعني الا واخا درتو كاع المقادير مضبوطين وكنسكر يعني ماشي النوع الجيد، فاكيد الحلوه غادي تخسر وما غاديش يعني تطلع لكم شقه، ما غاديش تطلع مشقه. حيت داك السكر اللي ما كيكونش يعني داك السكر كلاصي ما كيكون سبيسيال كيتحرق في الفران. كي كتخشيو الحلوه في الفران كيتحرق عليها داك السكر قبل ما طيب. فمن الاحسن دائما يعني ناخذ يعني السكر ديال الساشي كما كان يعني. وهنا انا زينت الغريبه باللوز، يعني اختياري، بغيتو تزينوها باللوز وبغيتو تدخلها غير بحال هكاك. انا زينتها باللوز صراحه اللي كيعطي واحد شكل زوين. كنضغطوا على اللوزه شويه باش ملي كنديروا الحلوه في الفرن غير كتنفخ كطيح اللوزه. داكشي علاش كنضغطوا عليها باش ملي نخرجوها من الفران وملي طيب يعني تبقى فيها ديك اللوزه. هنايا الفران كنت مسخناه قبل على 100 على 200 درجه، كنشعل الفوق والتحت حتى كندير الحلوه. عاد كنطفي الفوق وكنقصو. هنا نقصتو يعني خليته على 150، من بعد نقصتو مازال خليته على 130 وكنشعل غير الفوق حتى كتشقق ليا بحال هكا. هنايا دابا طابت غير من الفوق غير كتشقق، كنطفي الفوق وكنشعل التحت وكنخليها كطيب يعني على راحتها، ما كنجهدش ليها العافيه وما كنخليهاش بزاف في الفران. على الاقل واحد 12 دقيقه ولا 13 ولا 14 صافي. هذا هو الماكسيموم ديال الحلوه فاش تدخلها في الفران. حيت الا خليتوها بزاف كتقصح، واخا كتبان لكم مازال قبل ما تخرجوها كتبان لكم جاريه شويه، تبان لكم مازال يعني يعني مرخيه الحلوه، ولكن غير خرجوها غير كتبرد صافي كتجمع. وهذا هو الشكل ديال الغريبه ديالي يعني من بعد ما خرجتها من الفران. هذا هو يعني لاطات بجوج، وهذا هو الشكل النهائي ديال الغريبه ديالنا. نتمنى ان شاء الله تجربوها وتنال اعجابكم. صراحه لا كتجي رائعه لا في الشكل شكلا ومذاقا، لا في الشكل ديالها ولا في المذاق، ولذيذه بزاف. نتمنى ان شاء الله تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. وصلنا لنهايه الفيديو. نتمنى ان شاء الله الوصفه ديالي ما تنال اعجابكم، والى عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا لايك وتشتركوا في القناه الى مازال ما مشتركينش، وتبارطاجيو الفيديو مع الاهل والاصدقاء. نتمنى ان شاء الله الوصفه ديالي ما تنال اعجابكم. الى فيديو قادم ان شاء الله مع وصفه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.